كلهم بلباس الأسود الذكور. نحن ينزلون بعصي حصرا لقمع المتظاهرين، وأنهم قناصات على ظهر فرع الحزب وفرع فوق فندق أفامي الشام. فندق أفامي الشام وفرع دجلة والجوازات وكل الأفرع الحكومية كان على ظهرها قناصات باللباس الأسود ودخول طويلة حصرا كمان. ولغتهم يعني في بعضهم عربي ولكن لهجتهم لبنانية. أظن أنهم من حزب الله. يعني أرجو أن يعني أنا أسمع منك شهادة عن أولئك الذين شاهدهم العالم يقتلون المتظاهرين ويرقصون على جثثهم. من كان هؤلاء؟ أظن أنهم الشبيحة. حتى نحن العسكريين يعني حتى إننا من فئة معينة من المحافظات التي تشهد توترات لا يثقون فينا أبدا ولا بأي شكل من الأشكال. حتى لا يسلمونا يعني سلاح ولا يثقون فينا أبدا. يعطون السلاح لفئة معينة منهم الشبيحة حصرا. يعني وكان يعني مشهد مرعب جدا في المشهد الوطني في حماة. يعني مو الآن حماة، حتى الآن أهالي حماة أي أحد ينصاب منهم لا يسعفوه ولا يأخذوه إلى مشفى الوطني، يأخذوه إلى مشافي ميدانية لأنهم يعرفون أن حكمه القتل. وأنا أحد الناس ما أعلنت انشقاقي حتى يعني سفرت أهلي إلى المملكة العربية السعودية خوفا عليهم، على أمي وأخواتي، لأن من ينشق من الجيش ينتهكون عرضه ويعذبون عذابا مبرحا. يعني أنا نويت بإذن الله الانشقاق، ولكن أول شيء خفت على أهلي وأخواتي فقمت بتسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية. ما هي صحة الأخبار إذا سمحت لي، ما هي صحة الأخبار بين الحين والآخر يقدم التلفزيون السوري أخبارا عن قتل بعض الجنود ويقدمهم في صور جنائزية؟ من يقتل هؤلاء؟ هل الجماعات الإسلامية كما يقولون أم الذين يرفضون إطلاق النار؟ يا أخي الكريم، نحن يقدموننا يعني وقت كانوا ينزلون إلى الشوارع يحطون في المقدمة وورانا الأمن والشبيحة. والآن يعني الآن مصدر موثوق أن من يطلع في الدبابة أو أي يعني مدرعة يقوم بتكبيلهم في الجنازير. يعني في تكبيلهم الجنازير يعني يكبلوهم خوفا من الانشقاق أو الهروب. يعني يعرفون الآن من يطلع في الدبابة يعني كان بهمه أن ينوي الانشقاق، ولاحظوا كثير من الانشقاقات من هذا النوع، لذلك قاموا بتكبيلهم بسلال من حديد داخل الدبابات. داخل الدبابات يقوموا بتقييدهم بسلاسل من هل حديد. هناك اختيار داخل، إذا سمحت لي عفوا، هل هناك اختيار لأشخاص معينين ووضعهم في الواجهة من أفراد الجيش لقتل المواطنين؟ من هؤلاء؟ يا أخي لا أحكي لك قصة حصلت في مركز وحدة مكافحة الشغب في حماة حفظ النظام. نعم. كان أحد الأشخاص عقيد من درعا، وأهل درعا يعرفونه جدا، كان متعاطف جدا مع الشعب. وفي أحد الأيام نزل إلى حماة إلى الشارع، فقام يعني معاه قوي، يعني ما إنه معاه قوي وراه قوي، فقامت طلقة معينة اخترقت رأسه بسيارته. من قتله؟ قتله الأمن والشبيحة، كونه كان متعاطف مع أهالي حماة ولا يأذي أحدا، وهو من مدينة درعا، كان عقيد قائد حفظ النظام في محافظة حماة، قام باغتياله وهو ضابط، وأهل درعا يعرفون ذلك. كونه كان متعاطف، لا يريدون أي أحد متعاطف معهم، حتى إذا كنا متعاطفين معهم كانوا يقوم يعني يسمعون كلام لا يليق فينا أبدا. لذلك تكلنا على الله ونوينا الانشقاق. شكرا جزيلا لك على هذه الشهادة. نعم أشكرك، وأرجو أن تتيح لأحد زملائك من المنشقين أن يقدم شهادة أخرى. شكرا لك. نعم سيدي، ولدنا أيضا خبر الآن، هو قنص شخص مدني هو من بلدة الهبيط، تم قنصه في خان شيخون، وهو حسام بشير أبو راس. حسام أبو راس. نعم تفضل. حدث عن نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشرطي أحمد ياسين عمر، كتيب المهام الخاصة طلع حمد. قمت بالانشقاق عن عصابة الأسد وشبيحته بسبب ما رأيته من قبل المظاهرات السلمية في مدينة حلب. نعم.
نعم. أحمد، قدم لنا شهادات أخرى، صور رأيتها، من كان يقتل، من هؤلاء الذين نراهم في الصور؟ هل هناك اختيار لأشخاص معينين، لرتب معينة، لطوائف معينة هي التي تقتل، أم أن القتل مفروض على الجميع؟ سيدي الكريم، عندما كنا ننزل إلى الشارع في محافظة حلب نجد أمامنا عناصر من المدنيين تحمل السلاح ومجهزة بباصات الأمن. أكثر الأحيان كنا نعرف نحن نظرا لطبيعة عملنا في محافظة حلب كنا ننزل من الشارع ونعرف أن هؤلاء الذين يحملون سلاحهم من العشائر التي قامت شبح نظام بتسليحها وبعض الطوائف الكبيرة في مدينة حلب، وقاموا بإخراجها من السجن وتوظيفها بشكل رسمي برواتب معينة لقمع المظاهرات السلمية في مدينة حلب حتى يزيلوا الشبهات عن عناصر الأمن وعناصر الأمن المتواجدين في مدينة حلب. شكرا لك سيد أحمد ياسين. هل من شاهد أو متحدث آخر؟ شكرا سيدي. نعم سيدي. نعم تفضل. شاهد آخر تفضل. أسمعك. أرجو أن أتعرف عليك أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أننا فقدنا الصور مشاهدينا الكرام. كنا نتابع معكم هذه الشهادات الحية. جبل الزاوية الآن شهادات حية من أفراد الجيش، أفراد تشكيل كتيبة الصاعقة التي أعلنت عن انشقاقها عن الجيش السوري وانضمت إلى تشكيلات الجيش الحر. تحدث في البداية النقيب يوسف محي الدين الذي تحدث أيضا عن أسباب انشقاقه، ودعا كما تابعتم إلى خطة جوية لحماية السوريين. إذن مشاهدينا الكرام، كتيبة الصاعقة تعلن انشقاقها وانضمامها إلى الجيش الحر. تابعنا أيضا شهادات أخرى حية عن أسباب الانشقاق.